بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا دعيت جيشنا جيش مصر ان هو ياخد باله من الحدود، بحيث ان هو ممكن يكون في نفترض مثلا يعني حرب، اي حرب كيميائية ولا اي صاروخ ولا حاجة نزل على الكيان الصهيوني دوت. ربنا يا رب يغوره في داهية ويخلص العالم كله من شره يا رب. بس هنفترض يعني ان حصل كده اي صاروخ نووي كيميائي بيولوجي، المفروض يبقى في حاجة يعني تحمي الحدود بتاعتنا من أي خطر زي ده. يعني أنا سمعت بالصدفة فيديو امبارح إن أيام حرب العراق، على لما صدام ضرب كام صاروخ في التسعينات على الكيان الصهيوني دوت، كانوا بيوزعوا أقنعة عشان تقريبا خايفين من حرب كيميائية أو حاجة زي كده، أو من أي صاروخ كيميائي، وكمان حقن أتروبين أو مش عارف، معرفش بس إيه الاستخدامات يعني. فالمفروض هنا في مصر يعني هم يعني ليه مكبرين دماغهم؟ يعني ما مش ممكن تحصل بالفعل حرب كيميائية أو نووية أو أي إشعاع ولا أي حاجة. فالمفروض هنا في مصر إن احنا نعمل حسابنا على حاجة زي كده. ليه أنا حاسس إن كأن مفيش حاجة هتحصل مثلا أو أي حاجة. مفيش حاجة ثقة بنسبة 100%، سواء كان في حرب أو مفيش حرب أيا كان. فلازم في مصر نبقى عاملين حسابنا على حاجة زي كده. لو حصلت حاجة لا قدر الله، فين الحماية؟ اتجاه الريح هيبقى ماشي منين ولا ازاي؟ انا مش فاهم الحاجات دي يعني ما اعرفش انا اشرحها كويس. فلازم يبقى في حماية على الحدود بتاعتنا احنا. لو كان الصهيوني ده اتضرب ان شاء الله يعني ربنا يغور ميتين امه في داهية، زي ما خرب العالم كله موقف العالم كله على رجل. فيا ريت يعني دعوة لجيش مصر ان هو يبقى عامل حسابه على حاجة زي كده، مش لما تحصل الحاجة ندور هنعمل ايه. يا ريت يعني. وده امر طبيعي، ده امر طبيعي. وده سبب في ان احنا كمان لازم نمتلك القوة، زي ما تركيا سمعتها من يومين هم كمان عايزين مش عارف تخصيب اليورانيوم ولا حاجة زي كده، او يمتلكوا يورانيوم ولا ايه. انا كنت كل ده فاكر ان تركيا فيها والله صواريخ نووي والله. الظاهر ان انا غشيم قوي السياسة يعني. انا بتكلم على اللي في قلبي وعلى اللي انا بتخيله، فانا ماليش دعوه بالدنيا كلها يعني. انا كل اللي بدافع عنه كوطني وكالمسلمين. بحب اشوف اي مسلم بيتم اضطهاده، ولا حتى مسيحي ولا يهودي حتى، ما دام لا يمتلك جواز سفر صهيوني فهو يهودي صاحب اهل الديانه يعني، اي حد. انما اي حد يتابع الكيان الصهيوني فهو عدو، لانه قاتل. ان الاف ايه، لو هنتكلم على غزه بس، الاف مؤلفه، وعلى فترات السنين اللي فاتت دي كلها ممكن نوصل لمليون ولا اكتر من ملايين يعني مثلا. فلا لا لا، فاي حد يبقى الكيان الصهيوني او يحمل جواز سفر كيان صهيوني فهو لا يحتسب ضمن الناس اللي ممكن اي مسلم يحميهم يعني. المهم ان انا بدافع عن المسلمين في كل مكان، وده اولويتي يعني. طبعا كوطني ده امر مفيش نقاش فيه. ولو برضه حصل في اي اعتداء على اي مسيحي برضه هدافع عنه، انه اهل دين اهل ديانة، واحنا الدين الوحيد اللي اتحامى فيه اهل الديانات الاخرى، يعني حتى المسيحيين او اليهود. على عكس المسيحيين مثلا، اول ما سيدنا عيسى عليه السلام بوجوده كان يريد اليهود قتله هو وكل المسيحيين اللي هم اصلا المسلمين وقتها، قبل ظهور النبي عليه الصلاه والسلام. فكان المسيحيين هم المسلمين، هم اللي امنوا بسيدنا عيسى. تمام. ده بالنسبة للحالات اللي انا بس ببلغ بيها جيشنا يعني. انا مش عارف، مش سامع اي حاجة من دي يعني. ولاني اثق في الجيش المصري بأمانة يعني. حاجات كتيرة بتخليني اثق فيه، رغم ان انا مبهدل في مصر يعني. بأمانة يعني
اتبهدل بهدله والله ما حد يتخيلها، والمفروض ان يبقى في تحقيق. يعني انا لو في حد عنده الجرأة ان هو يحقق ويعرف انا ايه اللي حصل معايا وايه اسبابه والكلام ده كله، هل انا كنت في تجربة ما، يعني انا كتجربة هنا في مصر ولا لا، ايا كان الوضع، وايه علاقة الامن الوطني ببداية الموضوع دوت، واتدرج ازاي ووصل لغاية فين. حاجات كتير لو تم التحقيق فيها، ومفيش حد عنده الجرأة ان هو يقدر يحقق او يدخلني في الموضوع عشان يبقى فيه تحقيق او اي حاجة تظهر. فانا مش عايز اتكلم ومش عايز اتدخل، بس هم هنا في مصر عارفين ان انا لو اتكلمت فانا ممكن احطهم في مشكلة كبيرة جدا. ولذلك فانا مش راضي اتكلم ومش هتكلم في السياسة تاني بقدر ما استطيع ان انا اتحمل يعني. ولكن في ناس انا هاخد حقي منهم، يعني انا في جهات رسميه انا هاخد حقي منهم، يعني انا هتعامل معاهم بشكل وحش، بس انا حقي وهاخده. فده امر مفروغ منه، يعني كل حاجه في وقتها ان شاء الله. طيب، هنيجي لامريكا والفساد اللي فيها الغريب ان مفيش حد بيتحاكم. هل ممكن يكون اصلا المعمول او التسريبات ايبستين ده ولا اسمه ايه، يعني كان ميتين امه هو كمان، هو والخروف اللي بيحكم دلوقتي اللي اسمه برتقان ده ولا اسمه ايه، ترامب. معلش انا بنسى كتير دلوقتي. ف هل في احتمال مثلا ان ده حوار من اتنين، يعني يكون كل ده حوار عشان يبقى فعلا ترامب تحت اللي هو ما عندوش حل غير ان هو يحارب وينتصر عشان كل ده يتدفن، لان كده كده مفيش حد بيتحكم في امريكا زي ما انتم شايفين، لان رغم ان هي بلاوي قاتله، يعني قتل وتعذيب واطفال وبلاوي ومصايب لا يمكن، بل حتى وخيانه. يعني ترامب ده خاين لامريكا، والمفروض ان هو يتحاكم بالتعاون مع، لانه بيتعاون مع دوله تانية او كيان صهيوني تاني ضد امريكا وضد الشعب الامريكي نفسه. والعجيب ما فيش حد بيقول له، ما فيش مثلا محكمه دستوريه عندهم ولا ايه، ولا مش عارف انا، ما فيش حد مثلا كبير، مش عارف. فهو في الغالب ان هو حوار من اتنين، يا اما عشان ينتصر او او يهزم، فخلاص بقى يبقى هو وكل اللي معاه كمان بالمره هيهزموا، ولو انتصر خلاص كل ده هيموت. تمام. في احتمال تالت ضعيف، ان يكون في ناس في امريكا بتحب امريكا فعلا وبيحبوا الشعب الامريكي كامريكا، وهم دول اللي في الخلفيه مش باينين، ويكونوا بالفعل آه، ينتظروا الفرصه او ما شابه يعني. يكون في يعني في فعلا ناس بتحب امريكا او اي حاجه من دي، وعايزه تطهرها من الفساد اللي فيها، واللي هو بقى وصل لدرجه كبيره جدا جدا، حتى ان هم بيضحوا بامريكا وبالامريكان وحتى انجلترا والدول الاوروبيه عشان خاطر كيان صهيوني. فطبعا الموضوع كبير جدا. يعني مؤقتا اكتفي بالكلمات ديت، عسى واحد غلبان زي حالاتي يكون له سبب او تأثير بشكل او باخر. في حاجات كتيرة بس انا ما برضاش اتكلم فيها وما بحطش احتمالات فيها دي. كل ده احتمالات انا لا اعلم صحتها او اخطائها. آه لكن انا عايز اقول للجميع، يعني ما مش لازم تثقوا باللي انتوا، او بلاها هنتكلم في الموضوع عشان انا مش عايز، في حاجات مش عايز اتدخل فيها عشان ايه ما تحصلش مشاكل كبيره. عموما نكتفي بكده المره دي، وربنا المستعان. السلام عليكم. راح فين؟